So let's talk about my voyage of self-discovery. الفصل ده من حياتي سمى فصل رحلة اكتشاف الذات. سمى الفصل ده كده بسبب إن دي أول مرة في حياتي مبقاش عارف أنا عايز إيه، أول مرة في حياتي أبقى متردد مبقاش عارف إيه الاختيارات اللي أنا عايزها. اكتشفت إن الموضوع ده عادي في ناس كتير جدا بتتشابه معايا، ولكن مش عادي بالنسبة لي لأن دي أول مرة في حياتي مبقاش عارف أنا عايز إيه. دايما ببقى حاطط خطط ببقى عارف أنا عايز إيه، لكن دي أول مرة في حياتي مبقاش عارف أنا عايز إيه. لأول مرة في حياتي أبقى متردد مبقاش عارف أنا عايز إيه، تايه بين حاجات كتير جدا. في رحلة التوهان دي أنا مش عارف أنا مين، أنا عايز إيه في حياتي، أنا عايز أعمل إيه، مش عارف أنا بحب إيه، أنا بكره إيه. بقيت محتار جدا ما بين الحاجات اللي أنا بحبها وما بين الحاجات اللي أنا مش بحبها، محتار بين حاجات كتير جدا. عشان كده بدأت أعمل الفيديو ده وأكتشف أنا مين، أكتشف أنا عايز أعمل إيه في حياتي، أكتشف إيه اللي أنا عايز أعمله في الرحلة اللي أنا عايشها. في حاجات كتير جدا في الرحلة اللي أنا عايشها دي مبهمة، مش عارف أنا عايز أعمل إيه. عشان كده قررت أنا تايه بين حاجات كتير جدا، سواء في حياتي عموما أنا تايه بين حاجات كتير قوي، سواء أعمل ده أو أعمل ده أو أعمل ده أو أعمل ده. فانا مش عارف، عشان كده قررت ان انا ابدا اعمل كل حاجه مع بعض لحد ما اكتشف ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها وايه الحاجه اللي انا بحبها اكتر وايه الحاجه اللي انا هكمل فيها. لسه ما اعرفش انا ايه اللي انا عايزه، عشان كده ابدا في اكتر من حاجه لحد ما الاقي نفسي في الحاجه اللي انا بعملها. قررت اشارك معاكم الرحله دي واشوف هل في حد برضه تايه في حياته ومش عارف هو عايز ايه ولا عايز يعمل ايه، ويشاركني برضه معايا الرحله بتاعتي. انا مبسوط بعد كل التخطيط اللي انا قعدت اخططه ده، نزلت خدت خطوه فعلا ونزلت انفذ في ارض الواقع. الفيديو ده انا بفكر ان انا اعمل فيديوهات كتير جدا وفلوجز كتير جدا، ولكن دايما بخطط من غير ما انفذ، وده خد وقت كتير جدا مني ان انا عمال اخطط لكن ما بنفذش ولا بعمل اي حاجه. انا مبسوط جدا ان انا بدات اشارك معاكم الحاجات اللي انا بحبها او ايه الحاجات اللي انا عايز اشاركها معاكم في الرحله دي. تاخد مننا وقت كتير جدا، رحله اكتشاف الذات ممكن تاخد وقت ايام، اسابيع، شهور، سنين. انا اتمنى اكون من الناس اللي تاخد شهور كتير كمان لحد ما اعرف انا مين وبحب ايه وبحب اعمل ايه. هاخدكم معايا في الرحله دي خطوه بخطوه، كل حاجه هجربها جديده هاخدكم معايا فيها لحد ما اكتشف ايه اكتر حاجات انا بحبها وايه الحاجات اللي انا هكمل فيها. بس كده، لو انت وصلت لحد هنا شكرا ليك ان انت اتفرجت لحد هنا. متنساش انك تعمل لي فولو على الانستجرام، هناك هتلاقي يومي كله ستوريز، هتلاقي حاجات هتعجبك هناك قوي. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.